كلمة رمضان كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة. مرة واحدة، اللي هي شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. آية رقم كم؟ 185 البقرة. ما شاء الله عليك. طيب، كلمة حطة كم مرة وردت في القرآن؟ مرتين، بقرة والأعراف. البقرة والأعراف. البقرة آية رقم كم؟ بقرة 58. 58، ممتاز. الأعراف 161. ما شاء الله عليك. الأزلام مرتين نفس السورة. نعم، مرتين. نفس الأزلام السورة. مرتين في نفس سورة. أي سورة؟ المائدة 3 والمائدة 90. يا سلام عليك. طيب، كلمة الأوتاد كم مرة جاءت في القرآن؟ مرتين. اللي هي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد. والثانية وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد آية رقم كم؟ 10 سورة الفجر. يا سلام عليك. كلمة هيهات مرة واحدة في سورة المؤمنون. يعني هيهات هيهات، آية رقم كم؟ 36. المؤمنون. سمي الخياط كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة في سورة الأعراف. براءة كم مرة مرتين. جاءت في القرآن؟ مرتين. اللي هي براءة من الله ورسوله. هذه بسيطة. والثانية؟ أم لكم براءة في الزبر. يا سلام عليك. آية رقم كم؟ 43 القمر. طيب، مكلبين كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة في سورة المائدة. اللي هي وما علمت من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله. آية رقم كم؟ 4. يا سلام. آخر سؤال، كلمة العسرة كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة. اللي هي الذي اتبعوه في ساعة العسرة. والرقيم كم مرة جاءت؟ مرة واحدة. اللي هي أي آية؟ سورة الكهف 9. حسين، أريدك تعد لي من 1 ل10. من 1 ل10. 1. ما يصير، حرام. حرام. ما يعرف طبعا، ما يعرف يعد من 1 ل10. طيب، من 1 ل5. هم يصير حرام. حرام، ما يصير. طيب. طيب، الآن سأسأله السؤال يعني في غاية الصعوبة. نبحث عن جذر كلمة الخفاء. تخفي، يخفون، تخفون، يستخفون، خافية، خفية. نبحث عن هذه الكلمات كم مرة جاءت في القرآن. كلمة خفية ومشتقاتها كم مرة جاءت في القرآن. طيب، كلمة تخفي كم مرة جاءت في القرآن يا حسين؟ مرتين. اللي هي وما تخفي صدورهم أكبر. آية رقم كم؟ 118 آل عمران. والموضع الثاني؟ يعني مخالة الآية وما تخفي الصدور. طيب، في موضع ثالث تخفي. في موضع ثالث سورة تخفي. غافر آية 19. هاي قلناها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في موضع ثالث وين؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. في نفسك. نعم. الأحزاب 37. أحسنت أحسنت. طيب، يخفون كم مرة جاءت في القرآن؟ يخفون مرتين. مرتين، ممتاز. وين؟ آل عمران والأنعام. آل عمران والأنعام. آل عمران أي آية؟ كم رقمها؟ 154. 154، ممتاز. اللي هي يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل إن الأمر كله لله. لله. يخفون في أنفسهم، ممتاز. طيب، تخفون كم مرة جاءت في القرآن؟ مرتين. تخفون مرتين ولا 3؟ مرتين. طيب، وين؟ بما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. آية رقم كم؟ 15 المائدة. والموضع الثاني؟ ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اللي هي النمل. رقم 25. طيب، ممتاز. وما قدر الله حق قدره. هذا الموضوع الثالث، صح؟ إيه. شو تكملتها؟ تجعلون قناة تستبدونها وتخفون كثيرة. نعم. طيب، يستخفون كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة في سورة النساء. اللي هي يستغفرون الناس ويستغفر الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما شاء الله عليك. طيب، خافية كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة. اللي هي يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية. لا تخفى منكم خافية. ما شاء الله عليك. طيب، خفية كم مرة جاءت في القرآن؟ مرتين. اللي هي تدعونه تضرع وخفية. نعم. وبعد ادعوا ربكم تضرع وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هاي آية رقم كم؟ 55 الأعراف. يا سلام عليك، يا سلام عليك. طيب، من علمك القرآن يا حسين؟
اتقوا الله وعليكم الله. يا سلام عليك، يا سلام عليك. طيب أرجع للمرة الأخيرة، أسأله أسئلة لا على التعيين، أختار له بعض الصفحات، وبعدين راح أخذ المصحف عنده، تشوفون كيف يختم القرآن في 5 ساعات. راح تشوفون بأنفسكم كيف حسين يختم القرآن خلال 5 ساعات. طيب، قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، هذه آية رقم كم؟ 34 سورة غافر. 34 سورة غافر. الآية اللي بعدها، الكلمة، نهاية الكلمة، نهاية الآية. حساب، يرزقون فيها غير حساب. لا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، نهايتها مسرف مرتاب. مرتاب. الآية اللي بعدها شنو؟ جبار. جبار. بعدها؟ الأسباب. بعدها؟ إلا في تباب. اللي بعدها؟ اهدكم سبيل رشاد. اللي بعدها؟ هي دار القرار. اللي بعدها؟ يرزقون فيها غير حساب. حساب. آية رقم كم؟ 40 غافر. غافر، إن شاء الله. طيب طيب طيب، عمك يقول نسألك بالمقلوب. طيب، في قوله تعالى: وأسلمت. طيب، في قوله تعالى: أنا أريد فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، نهاية الآية شنو؟ سنة الله التي قد خلت من قبله في عباده. وخسر. هنالك الكافرون. الآية اللي قبلها؟ وكفرنا ما كنا به مشركين. اللي قبلها؟ فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بما كانوا به يستهزئون. اللي قبلها؟ كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأنثر نعم. في الأرض فما أغناهم ما كانوا يكسبون. اللي قبلها؟ ويريكم آياته فآيات لا تنكرون. اللي قبلها؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. الله أكبر. طيب، الآن راح أحمل المصحف وأخذ المصحف عند حسين. شوفوا حسين كيف يختم القرآن يوميا، يختمه خلال 5 ساعات. شوفوا الطريقة اللي حسين يختم بها المصحف. نعم. يعني بس حبيت أنه أذكركم بوحدة، يعني هنا بالإمارات صارت، أنا بالفندق قال لي البارحة تعلمت شغلة جديدة. قلت له شلون؟ يعني أول مرة يحكي قدامي هيك سالفة. قال أنت اذكر لي بس رقم الآية من أي صفحة، مثل تقول لي 18 بالبقرة، أنا أقول لك نهاية الآية هل قد بفلان صفحة لك مقابلها إن شاء الله. إن شاء الله. هذا المصحف أمامك يا حسين، حاول تقرأ. شوفوا الطريقة اللي يقرأ بها. لو تقرب الكاميرا، قرب 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 قرب. شو الكلمة؟ يعرفونه. يعرفونه. كلمة يعرفونه. طيب، كلمة يعرفونه. الكاميرا بعيدة. طيب، مرة ثانية حنختار موضع لا على التعيين. يلا بسم الله. هذه قراءة طبعا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني. هو طبعا يقرأها، هذه الحركة السريعة هي قراءة، ولا سرعة الاسكنر. نعم، بسم الله. بل قالوا مثلما قال الأولون. طيب، الآن كلمة الرقيم، طلع لي إياها. 1 2 3 4 5. الرقيم. وجربوا في أي كلمة. عدوا له قبل 10 يجيب لكم الكلمة. طبعا يوم بعد يوم أهله يكتشفون أشياء جديدة ما يعرفون عنها. فاليوم اكتشفنا أنه تعطيه الآية، تعطيه الرقم، يعطيك الآية. أنا راح أجرب هذا آخر سؤال في هذه الجلسة. راح أعطيه رقم وأريد أشوف الآية شنو. الآية 84 من سورة الأعراف. 84 الأعراف. أول رقم. وأمطرنا عليهم مطرا. وأمطرنا عليهم مطرا. الكاميرا. وأمطرنا عليهم مطرا. طيب، الآية 141 النساء. 141 النساء. الذين يتربصون بكم. الذين يتربصون بكم. الله أكبر، الله أكبر. إذن هذا الحافظ حسين
العبد لي ما أحد علمه القرآن، يعني كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. حسين، أحد الشباب سألك إيه؟ لماذا لا تتزوج؟ يكهرب. يكرم. إذن ختامه مسك. نسأل الله عز وجل أن ينفعه بما حفظ من القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. نترككم مع هذه الاستراحة، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل، جزاك الله.